أسرع 6 لاعبين سجلوا 100 هدف مع الأندية ديالهم. واش كتعرف شكون هو أسرع لاعب وصل ل 100 هدف في المسيرة ديالو مع فرقته؟ الترتيب فيه أسماء كبيرة، لكن كاين واحد اللاعب فاجأني في هذا الترتيب. يلا نبداو من المركز السادس، وكيجي في المركز السادس الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. وصل ل 100 هدف في 131 مباراة مع اليوفي رغم تقدمه في العمر ودفاعات الدوري الإيطالي الصعبة. رونالدو سجل 100 هدف. وغنمشيو للمركز الخامس، وغيجينا الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش. السلطان السويدي دارها في 124 مباراة فقط، وكان واحد من أخطر المهاجمين اللي لعبوا مع باريس سان جيرمان. وغنمشيو للمركز الرابع، وكيجي فيه لويس سواريز مع برشلونة. 120 مباراة كانت كافية باش يسجل 100 هدف، أرقام مجنونة مع البلاوغرانا. وغيجي في المركز الثالث الأسطورة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي. وخا متقدم في العمر، ولكن رونالدو وصل ل 100 هدف في 113 مباراة فقط. رونالدو ما كيعترفش بالسن. وغيجي في المركز السادس السفاح النرويجي إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي. الوحش النرويجي حقق 100 هدف في 105 الماتشات، آلة تهديفية ما كتوقفش. وغيجي في المركز الأول الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. نعم، سي ار 7 هو الأول، سجل 100 هدف في 105 المباريات مع ريال مدريد. لك أن تتخيل هذه الأرقام. كريستيانو رونالدو تكرر في القائمة 3 مرات، نجم صنع المجد في الشامبيونز ليغ والليغا مع الريال. شنو رأيك في هذه الأرقام المجنونة؟ واش كنت متوقع هذا الترتيب؟ خلينا الرأي ديالك في التعاليق، وبارطاجي الفيديو مع أصحابك. إلا عجبك الفيديو ما تنساش لايك ومتابعة. تهلاو.